أيوة. محمد الوكيل بأخذ 40,000 دينار. هو علموني شو مسوي غير اللجة من الصبح بودي لنا كل مصايب الدنيا بلمها عروسنا، ولانا الكسوس بتاخذ 40,000 دينار شهري. هذه يقول بتقدم لنا يوم الجمعة الصبح برنامج بنشوف وجهها الزين وما شاء الله عنه. هذول الناس اللي بأخذوا الرواتب هذه وش بوكلوا؟ هو علموني ايش بوكلوا؟ بس بوكلوا ورق، بوكلوا نيرات. العسكري اللي قاعد بلتعن صباح ابوه في الشتاء وفي البرد وفي الشوب وفي الحر راتبه 370 نار. واي موظف في البلد باخذ 370 350 نار. عامل الوطن اللي قاعد بنظف زبالة الخمة وبنظف زباله من عبيبان دورنا بتعطوه 170 ليرة وبتشكوا الطفر وبتقولوا الميزانية. هي الميزانية وين رايحة؟ دشرونا عاد من السواليف الثانية، رواتب الأمراء والديوان والمصاريف والرحلات والسفرات والروحات والجيات والمؤتمرات اللي ما بتجيب لنا غير الهم والقرف. يا ناس حرام، يا ناس حرام. وين جلالة الملك عن هالكلام هذا؟ معقول ما بقرا وبكتب وما بشوف اللي بصير؟ طيب ديوان المحاسبة اللي قاعد بنقول لنا الصورة هذه بحاسب مين؟ دائرة الفساد ومكافحة الفساد اللي بتكافح الفساد وين عن الناس هذولا؟ وبدكوا ايانا احنا يشد الأحزمة وبترفعوا علينا الطحين وخوزقتونا بجرة الغاز. كل ما ترفعوا لنا البنزين والديزل والكاز، جرة الغاز خط أحمر، جرة الغاز ما بنرفعها. الخبز دعم، الخبز دعمناكم في الخبز. أي لعن أبو صباح أبو هالخبز. أي ما هو كل الخبز بنشتري كيلو خبز في النهار، زيدوها 10 قروش يا أخي وخلصونا من هالقصة والحجة. بس قبل ما تزيدوا علينا شوفوا الشلة هذه والعصابة اللي حواليكم. هذا واحد. الرواتب. اثنين، وصلت المواصيل انه المحامين والشركات يسووا عصابات يلموا المواطنين تحت تهديد السلاح. انت مطلوب يلا، ويسلموا للجهة اللي هو مطلوب إلها صاحبة الدين عليه او الحق عليه مشان يسلمها للشرطة. يسلموا للشرطة ويحاسبوه ويدوه على المحكمة ويحبسوه. إذا 50% من السجون نسوان، النسوان وصلتوا تحبسوهن، والنسوان حبسن عويه. كل حزينة منهن لامي ليها 3 نسوان ورايح على صندوق المرأة ولا على البنك الوطني اللي محنا عارفينه من أصحابه. هذولا لمين تابع؟ هذولا لمين؟ تأخذ 1000 ليرة بتتجرجر هي و3 نسوان وبتجروها بتحطوها في السجن يوم تعجز. وإن تأخرت على القرض كل يوم بتدفع 3 ليرات. ربا ولا فحش ولا عهر؟ وبدكوا ايانا نشد الأحزمة. كيلو الخيار 1.5 ليرة وكيلو الكوسة 1.5 ليرة وكيلو البصل نيرة. شو بدكوا الشعب ياكل؟ إذا قلاي مو قادر ياكلها، إذا اللي عنده 3 عوادم ودي يجيب لهم حمص وفول من المطعم الصبح يفطرهم سمي يسمهم ودهم 7 ليرات. الطبخة صارت تكلف 15 ليرة. ارحمونا ارحمونا ارحمونا. وانت يا قرية اصحي، اصحي يا قرية، يا قرية اصحي. واللي بغلوه لا تاخذوه يا عم. لا تشتروا خيار ولا تشتروا بطاطا ولا تشتروا بصل، خليه يذبل عند التاجر، خليه يذبل ويشبه. وسلامتكم يا اخوان. اي والله الواحد قرف، اي والله الواحد طلعت روحه. بطل يلحق، بطل يلحق. بعيد عنكم خلية العيل صارت تكلف نص ليرة، باكيت البمبرز ب10 ليرات. الله يهدي بالكم وييسر امركم، وان شاء الله انه هالناس بيلدوا علينا وبيشوفونا
وإحنا ما ودنا يصير فينا مثل اللي صار في الناس اللي حوالينا.